كمل معايا الفيديو، بكمل معايا المرحله الثانيه. بص المرحله الثانيه بقى اللي معظم الناس ممكن يكونوا فيها، ان المرحله الثانيه بتبدا بعد الاسبوع الخامس والسادس. هنا احنا بنقول ان شيئا ما قد حدث بالفعل، لا بدا يبان عليك. بس مين اللي هيلاحظ دوت؟ انت واثنين ثلاثه كمان، مش الكوكب ومش الناس. انا مش عايزك تستنى ان العالم كله يقول لك ايه ده انت خاسس، ده انت باين عليك، ده انت ايه اللي انت عملته الاعجازي ده. لا لسه بدري، خد نفسك واهدى. المكتسب رقم 1 في المرحله الثانيه ايه؟ شيئا ما قد حدث، انت واثنين ثلاثه قالوا لك. طيب المكتسب رقم 2، ان وده اهم مكتسب في رحله الدايت كله عندك، ان بقى عندك ثقه في البروسيس ذات نفسها، عندك ثقه في المنظومه، عندك ثقه في الدايت اللي بتعمله، في الدكتور اللي انت ماشي معاه، في المكملات اللي انت بتاخدها. الثقه بدات تديك احساس بالامان والاطمئنان. اوعى تخسره، لان خساره ده هو خساره رحلتك. المكتسب الثالث اللي بيحصل ان بقى عندك رؤيه لمعدل النزول واستقرار للتغيير واستقرار لمعدل النزول. مش بتخس كل اسبوع كتير، بس انت عامل دلوقتي 8 اسابيع خسيت فيهم 5، بيرفكت، برافو عليك وكمل. خد بالك كده وركز، عشان هقول لك حاجه بالله اطلع من الفيديو ده بس بديها، وقول لي في الكومنتات النقطه دي فهمتها ولا لا. اول ما يبدا يبان عليك ده دايما مرتبط بتاثير سلبي وطاقه سلبيه من الناس هيبداوا يحطوها لك، من نوع انت بان عليك ايه ده انت وشك اصفر، وشك مش اصفر عادي، ايه ده انت وشك خس، لا في ترهل بدا يبان، خد بالك هترجع تاني، خد بالك ما انت خسيت قبل كده بس انا حاسس ان جسمك مش متناسق. في ربط شرطي ما بين ان بدا يبان عليك والطاقه السلبيه والكومنتات السلبيه. حصن نفسك بيها واعمل اللي انا قلته لك في المرحله الاولى. ما تسمعش، انا صاحبك في الرحله، بس انا والناس اللي دلوقتي معانا بيشوفوا الفيديو دول احنا اصحابك في الرحله. ما تسمعش من حد. نقطه ضعف في المرحله دي صايعه قوي، انك انت بقى ما بقتش حاسس بالتغيير قوي. ايه يا دكتور مش قلت انا بقيت بقى بس انت مش حاسس بالتغيير قوي ليه بقى؟ ركز معايا لان هي حاجه علميه بحته يعني. في المرحله الاولى التغيير كان ما بين انك مش بتخس او بتزيد الى انك بدات تخس. ده تغيير فيري هيوج في حياتك. التغيير كان ما بين انك بتاكل اكل غلط خالص فانت تعبان ومعدتك وقولونك، لانك بدات تاكل كويس فانت عندك احساس بالرضا وجهازك الهضمي مرتاح كبير. في المرحله الثانيه ده خلاص ده حدث. فاهم دي لانها بس بتلعبكها شويه. هو خلاص مفيش تغيير كبير، فوحده القياس العقليه بتاعتك مش زي الاولى ما بين 0 و5، دلوقتي هي ما بين 5 و6. فاطمن انا معاك وخليك فاهم ان ده طبيعي.